أهلا بيكو. أنا راود وده بودكاست دماغ شغالة مش بتنام. إزاي ممكن شغفك في كذا حاجة يبقى ضدك؟ الحماس بيتحول لتشتت والطاقة كتير بس مفيش إنجاز. كتير مننا بيبدأ بتودو ليست مليانة بيقول أنا هكسر الدنيا، بس بين السوشيال ميديا والكورسات والأفكار اللي مش بتقف اليوم بيخلص وانت مش عامل ربع اللي عليك. بتشتت بين كذا حاجة وبتأجل دي عشان تبدأ دي وبتسيب دي عشان جاتلك فكرة عن دي. طيب هو ليه ده بيحصل؟ يعني ليه بنفقد التركيز؟ السبب الأول هو حب المخ للتجديد. واحدة من أهم الأسباب هي إن دماغنا مصممة إنها تدور على الجديد. علميا المخ بيحب التنبيه، يعني كل حاجة جديدة بتنشط الدوبامين، فكل مرة بنفكر فكرة جديدة أو نشوف إشعار أو نفتح تاب جديدة المخ بيكافئنا برافو لقيت حاجة جديدة، وده بيخلي علينا ندور على حاجة تانية وبعدين تانية وهكذا. يعني كأننا دخلنا في سباق محفزات مثلا، بنبدأ بحاجة بس لسه في حاجة تانية أحلى وأسرع أسهل. دي حاجة اسمها دوبامين تشيزنج أو مطاردة الدوبامين. مش بنكمل عشان ننجز، لكن بنكمل عشان نحس بالإثارة اللي في أول كل حاجة. ده ممكن يأثر عليك بالإيجاب وكمان ممكن يأثر عليك بالسلب. واحدة من المشاركات اللي جات لنا عن الحلقة بتقول أثر علي بالإيجاب في بعض الأوقات وبالسلب غالبا، لأن لما بشتت نفسي مش بس في حاجتين فأكتر. يعني بيكون شخص متعدد الشغف بيصحى أول اليوم بطاقة رهيبة، وطبعا شخص متعدد الشغف 16 ساعة الباقيين دي في اليوم مش كفاية عشان يلاحق اللي هو عايزه، فيقوم من النوم الساعة 5 مثلا أو قبل كمان أحيانا، فمش بينام غير ساعتين أو هي مش بتنام غير ساعتين، لأن 24 ساعة بالنسبة لها مش كفاية أبدا. غير بقى وقت النوم، يعني هي وصلت لمرحلة انها بتستخسر النوم وشايفاه ان هو وقت ضايع عشان انا عندي حاجات كتير عايز انجزها. المهم انها ايام فعلا بتكون عملت كل التودو ليست، فاحساس النشوة وان هي عملت اللي عليها ده بيكون مكافأة. بس مش هنا المشكلة في التعطش للزيادة، فده بيخليها ان عايزة تعمل تاني، ان هي عايزة دوبامين تاني، بس ده طبعا مش طبيعي، مش هنقدر نواصل بكل الطاقة دي لكل الايام. فعقلها بيحس بالضغط، فبالتالي كان هتسوف بكرة هعمل لحد ما توصل إحساس بالفشل عشان هي ما عملتش ولا حاجة. السبب التاني هو فرط النشاط الذهني. لما بيكون عندنا طاقة زايدة أو فرط نشاط ذهني المخ بيفقد قدرته على التنظيم، وده اللي بيحصل في حالات زي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه اللي هو ال ADHD. بس حتى من غير تشخيص فهو المجتمع الحالي نفسه بقى بيخلق لنا أعراض شبيهة، يعني ضغط، مهام كتير وتحفيز مستمر، فالمخ بيقع في الفخ، هو مش قادر يرتب ومش قادر يركز. دراسات علمية بتفسر ده في دراسة من جامعة هارفارد اسمها كلينغسبورث اند جيلبرت سنة 2010. فما لقوا ان العقل التايه اللي بيفكر في حاجة تانية غير الحاجة اللي بيعملها دلوقتي، يعني ده بيخلي الناس أقل سعادة أصلا وأقل إنتاجية حتى لو كانوا بيعملوا حاجة بيحبوها. يعني مش دايما الطاقة تسعفنا حتى لو دماغنا مش معانا. وفي علم الأعصاب العلماء بيتكلموا عن شبكة الوضع الافتراضي اللي هي الديفولت مود نتورك، ودي بتشتغل لما بنكون مش مركزين في حاجة معينة، لما بنسرح مثلا. لو الشبكة دي فضلت شغالة كتير ده بيرتبط بالتشتت والإرهاق الذهني. ده ممكن يبقى له علاقة بأعراض مثلا زي القلق أو التفكير الزايد. وفي دراسة تالتة من جامعة كاليفورنيا سنة 2008 لقوا إن الناس بتتشتت في المتوسط كل 3 دقايق بسبب الإشعارات أو التبديل بين المهام، وإن العودة للتركيز بتاخد 23 دقيقة في كل مرة. إحنا عايشين في مجتمع بيقيس الناس بسرعة التنفيذ مش بجودة الفكرة. المقارنات طول الوقت بتخلي المخ دايما على وضع أنا متأخر، ده نفسه اللي بيخلق التوتر الذهني المزمن، فبيخليك تنط من مهمة لمهمة تانية مش عشان انت مشغول بس عشان انت بتحاول تلحق. طيب هو انا فعلا عايزة اعمل كل ده ولا انا شايف ناس كتير بيعملوا حاجات كتير فحاسس ان انا متأخر؟
يعني مثلا في من الناس بيبقى ساعات مش عارف هو داخل يعمل ايه، بس اول ما يشوف ستوري لحد بيكتب او بيجري او بيحضر كورس بيحس انه لازم يعمل زيه، مش عشان عايز بس عشان يحس ان هو ماشي. ثقافة الإنجاز المستمر اللي بنشوفها على السوشيال ميديا دي خلت الإنجاز يبقى أداء، لازم أنا أعمل تقدم ملموس طول الوقت، لازم أكون عندي حاجة أوريها أكتبها أحتفل بيها. وفي دراسة من جامعة كوبنهاجن سنة 2016 دي بتقول إن التعرض المستمر لنجاحات الآخرين بيخلق شعور بالعجز المتعلم. يعني إيه؟ يعني بتحس إنك مهما عملت انت مش كفاية، فبتبدأ تشتت نفسك من كل حاجة يمكن توصل. واحدة كمان من آثار التشتت الذهني المستمر اني حاسس اني بشتغل طول اليوم بس ما بتحركش. انا بشتغل بس في الاخر مفيش نتيجة. بصلح ملف، ابدأ مشروع، افتح تاب، اسجل فكرة، امسحها كل يوم كأني بجري على التريدميل مثلا. دي حاجة اسمها fake productivity، يعني الإنتاجية المزيفة. وهنا العقل بيحب يحس إنه مشغول لأن ده بيقلل التوتر. الانشغال يعني إنجاز. دراسة من جامعة ستانفورد سنة 2014 قالت إن الأشخاص اللي بيحاولوا يعملوا مهام كتير بيكونوا أقل كفاءة، أبطأ في إنهاء المهام، وكمان أسوأ في التركيز والذاكرة من اللي بيركزوا في مهمة واحدة. طيب ده هيودينا لسؤال، ما انا بشتغل على كذا حاجه في نفس الوقت، انا كده مشتت، طب ما انجزهم كلهم. انت بتبقى فاكر ان انت هتعرف تعمل كذا حاجه مع بعض، بس الحقيقه انت ما بتعملش ولا حاجه كويس. المخ البشري مش بيعرف يعمل حاجتين في نفس اللحظه، هو بيبدل بينهم بسرعه، ولكن كل تبديله بتستنزف طاقه وانتباه. دراسة من جامعة MIT اتقال إن كل مرة بنبدل بين مهمتين بنفقد وقت صغير في إعادة التركيز، بس لو بدلنا كتير الوقت الضايع بيبقى كتير جدا. طيب إزاي أخلص كل اللي عندي؟ أظبط وقتي ولا أظبط نفسي؟ أنا جربت كل تطبيقات التنظيم، بس الحقيقة المشكلة مش في الوقت. أنا أوقات عندي 3 ساعات بس أنا مش قادرة أكتب جملة، وأوقات في ساعة واحدة بس بعمل حاجات أكتر من يوم كامل. السر مش في إدارة الوقت، السر في إدارة الطاقة. في نموذج اسمه الإيقاع فوق اليومي، بيقول إن جسمنا بيشتغل في موجات طاقة كل 90 دقيقة تقريبا. يعني لازم نراعي احنا امتى هنشتغل، امتى هنرتاح. لما نخطط يومنا حسب مستويات الطاقة، احنا مش بس بننتج أكتر، احنا كمان بننتج واحنا أهدى. طيب الحل ايه؟ ازاي اخرج من دايرة التشتت وابدأ اركز؟ انا من وجهة نظري اني مش لازم تمسك كل الخيوط في نفس الوقت. يعني جرب تحط طاقتك في حاجة واحدة. ممكن مثلا تقسم المجالات اللي انت شغوف بيها على مدار الاسبوع، تخلي كل يوم مجال لوحده. تصحى تختار حاجة واحدة بس هي اللي هتجيب اخرك فيها النهاردة لوحدها. مفيش حاجة اسمها توازن مثالي، بس في حاجة اسمها وعي، انك تبقى واعي امتى بتتشتت وايه اللي يستحق طاقتك دلوقتي. ومن احدى المشاركات اللي جات لنا في الحلقه كانت تيبس من ثيرابيست لازاي نعالج بعض المواضيع دي. عندك مثلا التسويف اللي بيكون سببه المثاليه، هو انك تعملها وتيجي زي ما تيجي، لانك اصلا مفروض تبقى واعي ان مفيش حاجه هتبقى perfect 100%، لازما هتقصر في حاجه لان مفيش حاجه كامله. وعندك مثلا الحاجة اللي ما تخلصش النهاردة هي هتترحل لبكرة لكن مش هتتلغي، لأن المفروض العمل اللي بنعمله ده يخلص وننجزه لكن مش هنلغيه. طيب أنا عايزة أنجزه بس أنا متلخبط، أعمل إيه؟ قسم التاسكس بتاعتك وحط أولويات، إيه هيخلص دلوقتي ولازم دلوقتي. يعني في قاعدة اسمها الأهم ثم المهم. ومثلا في حاجة تانية بتبقى رفاهيات، أوكي لو اتلغت نبقى متهاونين مع نفسنا لو احنا ما عملناهاش. واي عمل صعب هنقسمه لتاسكات صغننه صغننه ونتشيك، حتى ده كمان هيحفزنا، لان مع كل تشيك في التو دو ليست ده بيخليك تنجز احسن. فتقسم التاسكس بتاعتك لتاسكات صغننه. حكايتنا لسه ما خلصتش، ولكن دلوقتي سلام مؤقت من روت،
ولو حابب تشارك في الحلقة زي مشاركتين اللي هنا، تابع الستوريز على الانستجرام، هتلاقي اللينك تحت في الديسكريبشن، وهتلاقي كمان مصادر الدراسات دي، ويستنوا الحلقات الجاية. وده بودكاست دماغ شغالة مش بتنام.